مرحبا بكم، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. في قلب اليمن حيث الأصالة والتاريخ يمتزجان مع الثقافة، تجد الملابس التقليدية اليمنية التي تميز الرجل اليمني، ولا يكتمل الزي اليمني بدون الجنبية. في هذا العرض البانورامي سنستعرض مع بعض الجنبية اليمنية بالتفصيل. فما هي الجنبية؟ الجنبية عبارة عن خنجر مقوس له مقبض مزخرف يوضع في الغمد على خاصرة الرجل، وقديما كانت من أدوات المحاربين قبل أن تتطور بمرور الزمن. أما تاريخيا يعود تاريخ الجنبية اليمنية إلى قرون قديمة لا تعرف بدايتها بشكل دقيق، وإنما ظهرت تماثيل لملوك الحضارات اليمنية القديمة وهم يرتدون الجنبية بهيئتها الأولى كخنجر عربي أصيل يرتسم على الخصر، منهم معد كرب يعفر والملك الحميري شمر وملك سبأ وذو ريدان وحضرموت. سيسألنا البعض تكوينات أو مما تتكون الجنبية. تكوينة الجنبية بداية من الحزام الذي يلتف حول خصر الرجل وينقش في الغالب يدويا بخيوط ذهبية اللون، ويعرف باسم الجفر أو الخفاق أو العسيب. وهناك مقبض للجنبية وهو الذي يعلي من قيمتها المادية لأنه يصنع من قرون وحيد القرن، وأيضا من أنياب الفيلة في الدرجة الثانية أو من قرون البقر في الدرجة الثالثة. رأس الجنبية أيضا هو ما يعطيها قيمتها المادية لأنه يزين بجنيهات من الذهب والفضة والتي تسمى بالزهرتين. يضاف إلى كل ذلك النصلة التي تصنع في الغالب من الحديد وتكون حادة جدا وذات شكل مقوس. لرأس الجنبية ونصلتها أنواع مختلفة تنقسم ما بين العزيري، والعزيري بطبيعته ينقسم إلى 4 أصناف: الصيفاني وهو الأعلى سعرا، يليه الزراف، ثم الأسعدي، وأخيرا البصلي. وأيضا الرأس الكرك ينقسم إلى 3: المصوعي والمحبشي والصيني، وهي أقل سعراً وتكلفة من العزيري. التكلفة المادية للجنبية: قيمة الجنبية تتوقف على أمرين اثنين: عمرها التاريخي وشكلها الفني، فكلما كانت قديمة وشكلها الفني متقناً زاد ثمنها. ووفقاً لهذين المعيارين قد يصل سعر الجنبية إلى أكثر من $1,000,000، وهو ما حدث بالفعل مع الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف الذي اشترى جنبية ب$1,000,000 أمريكي كأغلى جنبية في العالم، والتي يصل عمرها إلى 1000 عام. سيسأل البعض فيما يستخدم أو تستخدم الجنبية. استخدامات الجنبية: تحضر الجنبية اليمنية في القضايا الاجتماعية والتحكيم القبلي وفض النزاعات التي قد تحصل في أوساط المجتمع اليمني، ويتم استخدامها أيضا في الرقصات اليمنية التقليدية مثل رقصة البرع بمختلف أنواعها ومناطقها المتعددة. تحمل أيضا في المناسبات الرسمية وتعتبر جزءا أساسيا من الزي التقليدي الذي يفخر به اليمنيون. ختاما، الجنبية ليست مجرد سلاح، بل هي رمز يمني خالد يتنقل من جيل إلى جيل، تحمل في طياتها تاريخ طويل من الشجاعة والكرامة، وتستمر في أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية اليمنية الأصيلة.